السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. أسعار الأرز الشعير بالطن وكمان أيضا أسعار الأرز الأبيض وقرارات قوية من جانب مجلس الوزراء اليوم. تراجعت اليوم أسعار الأرز الشعير عريض الحبة ورفيع الحبة وكذلك سعر الأرز الأبيض على مستوى البورصة العالمية. انخفض أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم بنحو 100 جنيه ليسجل 10300 جنيه للطن، وكما أيضا تراجع سعر الأرز الشعير رفيع الحبة ليصل سعر الطن 10000 جنيه. أما سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، 15200 للطن، وسعر الأرز البلدي عريض الحبة كسر 3%، 15900 للطن، وبلغ سعر الأرز للمستهلك من 15 جنيه إلى حد أقصى 18 جنيه. قررت الحكومة بعقوبة لكل من يحجب الأرز عن المستهلك أو بيعه بأكثر من 18 جنيه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة. وكان مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير قرر بشأن اعتبار الأرز سلعة من المنتجات الاستراتيجية. وبكده يكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.